رحت فرح جوزي ورقصتله على 1:30 وخليتها ليلة ما تتنسيش ابدا. وبس اللي حصل في الاخر كان صدمة. لقيته بيقولي بقولك ايه، مش التغيير مطلوب؟ اه طبعا يا حبيبي التغيير مطلوب. فانا بصراحة كده قررت تغير ايه بقى بالظبط؟ قولي انت ناوي تغير ايه، يمكن اساعدك. قالي يعني هو انت يا حبيبتي مش تعبانة من شغل البيت؟ تعبانة طبعا، هو في وهقول لك يعني ما بتعبش من شغل البيت؟ كلنا بنتعب من شغل البيت. قال لي طب ما انا بقى قررت بقى ان انا ايه، اريحك. هتعمل لي ايه بقى يا حبيبي؟ هعمل لك ايه رأيك كده لو جبتلك واحدة تساعدك في شغل البيت؟ تساعدني في شغل البيت ازاي يعني؟ وتجيبها لي بصفة ايه، خدامة يعني؟ لا خدامة ايه، لا إيه، عيب خش في الموضوع على طول. اصلي بصراحة كده يا حبيبتي انا ناوي اتجوز. نعم تتجوز؟ يا عم روح كفي بيتك الاول وبعد كده يبقى قول ان انت عايز تتجوز بلا نيلة. قال لي ايه ده، في ايه، انت ازاي تتكلمي معايا كده؟ قلت له وما انت عايزني اتكلم معاك ازاي؟ جاي تقولي عايز تتجوز واسكت لك ولا ايه؟ لا يا حبيبي ما ينفعش، فكر بس انت فيها كده وشوف بقى انا هعمل فيك ايه. قال لي ماشي. سكتنا على الموضوع وانا طبعا عارفاه عينه زايغة، عينه باشية كده مع كل ست يلاقيها معدية من قدامه، ده ناقص عينه تدخل جوه هدومهم. وراجل عينه زايغة أصلا، ما أنا عارفاه من زمان، بس كنت بقول يمكن يتعادل. بس أقول إيه، ده للكلب عمره ما يتعادل. يلا ملحوقة. المهم قلت بقى أنا هخليه يشيل الفكرة دي خالص من دماغه، جواز ايه وكلام فاضي ايه، ما ينفعش. قال يتجوز عليا انا؟ ليه ان شاء الله، ناقصني ايد ولا ناقصني رجل؟ ده انا حتى زي القمر. وما ينفعش ان هو يتجوز عليا انا. امال هو ساب للبنات التانية ايه؟ كنت طبعا عمالة أفكر مع نفسي وعمالة أخطط أنا ممكن أعمل معاه إيه علشان خاطر أخليه ما يعرفش إن هو يروح يتجوز عليا ويفضل موجود معايا ومربوط بيا، بس ما كنتش عارفة إزاي. المهم قلت إيه، عدى فترة ولقيت إن هو سكت على الموضوع ده نهائي. معقولة يكون شال الموضوع من دماغه؟ بس ما ظنش، ده انا عارفه لما بيحط حاجه في دماغه ما بيشيلهاش من دماغه ابدا، وبيفضل ان هو عايز يعمل الحاجه دي. بس لا، انا لازم اشوف انا هعمل ايه. المهم برضه حاولت ان انا اتطقص كده وقلت له هو انت عملت ايه في فكرة الجواز صحيح يا حبيبي؟ قال لي لا الجواز ايه بقى، ما خلاص انا شلت الفكرة كلها من دماغي اصلا. هو حد يبقى معاه القمر ويبص للنجوم؟ قلت له اه طيب ماشي يا ريت. قال لي لا خلاص بقى، ما بلا جواز بلا كلام فاضي، هتجوز ايه وكلام فاضي ايه؟ قلت له طيب ماشي ربنا يهديك. بس طبعا كنت حاسة ومتأكدة انه عمال بيخطط، بس انا برضه عمالة اخطط زيه لحد بقى ما نشوف والشاطر اللي يكسب في النهاية. المهم بعد فترة بدأت ان انا الاحظ ان هو بقى يجي متأخر، وان هو بقى يتأخر قوي وبقى ينزل كتير وبقى يروح كتير والكلام ده كله. هو ماله ده بقى عمال يتأخر كده ليه، وبقى بيروح فين كده؟ كنت طبعا عمالة أفكر مع نفسي وأنا طبعا مش عارفة أعمل إيه، وكنت عايزة أعرف هو بيروح فين بس طبعا ما كنتش عارفة. المهم قلت إيه، أنا هجيب لي كده إيه، الجهاز كده من جهاز التصنت ده
واحطه عنده في التليفون واعرف منه هو بيعمل ايه. ما انا برضو ما ينفعش ان انا اضيعه من ايديا، اصل هو بصراحة حالته المادية حلوة قوي، واي واحدة هيتقدم لها هتطمع فيه. فعلا بدأت ان انا ادور عن الجهاز ده واشوف انا اعرف اشتريه منين، ورحت اشتريت فعلا جهاز اللي هو التجسس ده. وفعلا انا قمت جايبة جهاز التجسس، وبعديها رحت استغليت ان هو كان في التويلت في الوقت ده، ومسكت الموبايل وطبعا كانت شرح لي انا ممكن احطه ازاي واقدر اتجسس من خلاله ازاي والكلام ده كله، وعملت اللي كانت شرح لي بالحرف الواحد. وطبعا وصلت كل ده برضو على جهازي علشان خاطر اعرف ان انا اتجسس عليه واعرف هو بيعمل ايه. المهم عملت كل ده، سبت الموبايل كان في خارجته. قال لي وانتي كنت بتعملي ايه في موبايلي؟ خالص، ده انا لقيته بينور وكنت بشوف بس في ايه. قال لي هاتي الموبايل كده، مفهوش حاجه. قلت له انا قلت لك في حاجه؟ هو انت في حاجه خايف منها في الموبايل ولا ايه؟ لا لا، مفيش حاجه خايف منها. خايف من ايه يعني؟ طيب ماشي تمام. سكت. ما انا كده كده خلاص كل الخيوط هتبقى في ايديا، وهعرف اوصل للي هو بيعمله، وهعرف هو بيعمل ايه اصلا، وممكن يكون بيعمل ايه من ورايا. وفعلا بدأت ان انا اراقبه. في الاول كانت كل حاجة ماشية طبيعية لحد ما لقيت مكالمة بيحدد فيها مقابلة. طبعا انا استغربت، بس لما سمعت باقي المكالمة اكتشفت ان هو رايح يطلب ايد واحدة. يا ابن الورمة، انت هتعمل فيا كده ورايح فعلا تتجوز؟ كنت هتجنن. المهم جه بقى اليوم ده كان ايه، عايز كده يبقى متأنتك ومتظبط وعمال ايه مظبط نفسه على الاخر، ويقول لي القميص مكوي كويس وعدل، ريحتي كويسة، شعري مظبوط، الاستشوار مظبوط ولا باظ؟ مظبوط. حلو قوي يا حبيبي، زي القمر. ليه بقى؟ ايه سر كل ده؟ لا لا، سر ايه وكلام ايه؟ لا مفيش حاجة خالص. عادي خارج مع صحابي. صحابك ولا صحباتك؟ لا لا، صحابي. هيكون مين يعني؟ صحابي. طيب تمام ماشي. راح فعلا المقابلة دي، وطبعا انا كنت سامعة الكلام. بدأ ان هما يتكلموا معاه وهو يتكلم معاهم، وقال لهم ده انا مراتي تعبانة وما بتقومش من على السرير ومقصرة معايا في كل حاجة، ده انا ما بقتش عارف اعمل معاها ايه، ده انا استحملتها كتير وكنت ناقص اشيلها فوق دماغي، بس خلاص انا تعبت منها جدا وما بقتش قادرة استحملها والكلام ده كله. انا سمعت الكلام ده كله. تعبانة؟ انا تعبانة؟ يا ابني هعمل فيك ايه لما ترجعلي؟ المهم فضلت اسمع، وقال عني ابشع كلام. ايه ده؟ ايه اللي هو بيقوله عني ده؟ لا، ما بدهاش بقى، ده انا هروح اخربها عليه وهو هناك. جهزت نفسي وجهزت العيال وقمت رايحه لهم على هناك. ولما رحت على هناك بقى قلت له بقى انا اللي تعبانه وفيا، وانت مش تيجي تشوف انت بتعمل ايه في بيتك ومقصر ايه في بيتك، بدل ما انت رايح تتجوز ورايح تعمل كده كمان من غير موافقتي؟ طبعا كلهم اتصدموا، وطبعا ما بقوش عارفين يقولوا ايه، وهو كان في نص هدوم مصدوم ان انا ازاي عرفت بالكلام ده كله. شايفيني انا عاملة ازاي، وهو الخسيس الناقص بيقول عني ايه؟ هما طبعا سكتوا، محدش فيهم بيتكلم. قال لي لا لا، ده انت فاهمة غلط، انا ما قلتش كده، انا سمعتك بودني اللي هياكلهم الدود دول وانت بتقول لهم الكلام ده كله. تعالى معايا والا والله ليلتك ما هي معدية. قام سابهم
وطبعا الجوازة باظت. يلا في داهية. خدني وفعلا رجعنا على البيت، وانا عملتها خناقة كبيرة جدا، وطبعا كنت مش قادرة، كنتش على بعضي وكنت زي المجنونة. يا حبيبتي خلاص بقى اهدي. لا اهدى ايه؟ هو انت بتقولي الكلام ده عني وعايزني اهدى؟ طيب انا سايبها لك مخدرة، اشبع بيها. خدت العيال ورحت فعلا على بيت اهلي. المهم فضلت عند بيت اهلي، وفضلت كده وهو قعد يحاول يجي يصالحني، مفيش. طبعا الجوازة كانت باظت وكل حاجة باظت وكل الدنيا بقت ايه، خلاص يعني. وهو اصلا من زمان كان نفسه ان هو يبقى متجوز 3 ولا 4 ولا 2، المهم ان هو عايز يعمل زي اللي بيشوفهم في التلفزيونات عموما، عايز يتجوز بالواحدة واتنين والتلاتة، وكل واحدة ليها يوم وجدول والكلام ده كله. طبعا انا كل ده كان مضايقني جدا، بس كنت بقعد اقول ان انا هقدر اغيره والكلام ده. المهم بعديها قعد يحاول يرجعني لحد ما رجعت معاه. ولما رجعت معاه طبعا اكتشفت ان هو بيخطط لجوازة تانية، بس هو طبعا كان انصح مني ابن اللعيبة. طبعا اكتشف ان انا كنت حاطله جهاز تجسس على موبايله علشان خاطر اعرف هو كان بيعمل ايه، لان طبعا الكلام اللي سمعته هو استغرب انا سمعته ازاي، ما انا ما كنتش موجودة، وراح فك كل الكلام ده وانا ما بقتش عارفة اتجسس عليه، لحد ما اكتشفت بالصدفة البحتة ان هو هيبقى عريس. ازاي؟ صاحبتي لقيتها بتعزمني وبتقولي يا بنت في فرح تعالي هنروح عليه، واحدة صاحبتنا هتاخدنا، هي بتقول ان هي العروسة تبعها، فتعالي الواحد نفسه يغير جو. تصدقي يا بنت انا بقالي كتير قوي ما روحتش افراح، تعالي كده نروح نغير جو. قالت لي طيب شوفي كده ظبطي امورك وكده. وهو كان مفهمني ان اليوم ده هيبات في الشغل وهيطبق في الشغل بتاع 3 ايام ولا حاجة، علشان هو مسك الشفت كله لوحده ومش هينفع ان هو ما يجي ان هو يجيلي والكلام ده، لازم يبات في الشغل. وقلت كده كده ايه، هو بات في الشغل بقى انا مش هقوله. وفعلا رحت انا مجهزة نفسي ومجهزة العيال ومجهزة كل حاجة، وقلت ان انا هودي العيال عند امي وهروح انا الفرح ايه اتبسط، لحسن انا نفسيتي وحشة وكنت مخنوقة. وفعلا انا عملت ده، رحت مع صاحبتي طبعا، ودينا العيال الاول، بعد كده راحت عند صاحبتها التالتة دي خدتنا ورحنا الفرح. كنا قاعدين عادي جدا، لحد وانا قاعدة اكتشفت الصدمة. لقيته داخل وفي ايده العروسة مأنكشها، وطبعا انا كنت في حالة صدمة كبيرة جدا، كنتش عارفة اعمل ايه. المهم قلت لا انا بقى هوريه. قعدوا والدنيا كانت تمام على الكوشة وكل الكلام ده، طلعت على الستيج ومسكت المايك. جوزي حبيبي الغالي، ألف مبروك، مش كنت تعزمني؟ ده أنا حتى مراتك، مش عيب لما أعرف من الغريب؟ بس يلا ملحوقة، بس ازاي؟ أنا هحيلك بقى ليلتك دي وهخليها لك ليلة ولا 1000 ليلة. قعدت أرقص وعملت شقلباظات، خربت الدنيا. هو طبعا ما بيقومش من مكانه، والعروسة كانت قاعدة جنبه مصدومة، ما كانتش مستوعبة اللي بيحصل. واكتشفت ان هو اصلا ما كانش قايل لها ان هو متجوز، ما كانش عايز يعرفها لانها ما كانتش هتقبل بيه. وهي لما عرفت طبعا ان انا مراته، بدأت شايفة انا طبعا كلامهم وشايفة طريقتهم، ففهمت ان هي بتقوله انت بتكذب عليا، انت طلعت متجوز، انت والكلام ده كله. وهو ما كانش عارف يقول ولا كلمة. طبعا انا قعدت بقى اوريهم وقعدت اعمل حركات ورقصت ايه على 1:30.
ووريتهم بقى الست على أصل. وبعديها خدت بعضي ورحت على بيت أهلي وأنا في حالة صدمة كبيرة جدا. المهم فضلت أنا مش قادرة أستوعب حاجة، وطبعا هو مش عارف يعمل إيه وما بقاش عارف يجي معايا أنا ولا يروح مع الهانم السنيورة اللي راح يتجوزها. المهم فضلت عند بيت أهلي. بعديها بدأ يحاول يكلمني، أنا مفيش، قطعت التواصل وقطعت كل حاجة. وبعديها طلبت منه الطلاق، إن أنا فعلا لازم أتطلق منه، لأن اللي زي ده شخص خاين وما ينفعش إن أنا أفضل معاه. أنا ما كنتش مخلياه محتاج حاجة، بس للأسف هو كان شخص مش بيملى عينه غير التراب زي ما بتقولوا. وفعلا فضلت وراه لحد ما غصبت عليه انه هو يطلقني. ولما اتطلقت انا كنت متضايقة جدا، لاني انا سكت وعديت حاجات كتير، وكنت عمالة ألملم وراه وكأني ما عنديش كرامة، وكنت عمالة هنا وهنا هنا وراه زي كده ايه، عمالة اعمله شقلباظات. وفي الاخر هو كان بيعمل فيا ايه؟ بعد ما اتطلقت منه اكتشفت ان هو طلق البنت اللي هو كان اتجوزها دي، لان طبعا ما قدرتش ان هي تستحمل او ان هي تعيش معاه. بدأ عايز ان هو يرجع لي، وساعتها انا رفضت رفض تام اني انا ارجع له، وما بقيتش عايزة اشوف وشه نهائي. وطبعا كل ده سبب لي اذى نفسي كبير جدا، وكنت متضايقة من اللي هو عمله فيا، لان اللي حصل حقيقي كان صعب. بس اللي انا كنت حابة اقوله في الاخر، اني لما تلاقي عيوب ما تتعداش، ما تعدوهاش، لان للأسف عمرك ما هتقدري تغيريه. من الاول انا عارفة ان هو كان نفسه يتجوز مثنى وثلاث ورباع، وطبعا انا كنت عارفة الكلام ده كله، وكنت بقول لا، انا الست اللي هتقدر تاخده من العالم ده ويبقى ليه لوحده. بس انا عايزة اقول لكم ان بجد العيوب دي لو ظهرتكم من الاول بلاش ان انتوا تخشوا التجربة دي، لانكم في الاخر هتتعبوا نفسيا وهتحسوا ان انتوا ولا حاجة. لما تحسوا ان حد فيه عيوب كتير جدا بلاش ان انتوا تقربوا منه اكتر، وان انتوا تعدوا العيوب دي بس تحت مسمى ان مراية الحب مغطية كل ده، وان احنا علشان بنحبهم هنستحمل. لان الحب لوحده مش كفاية، في حاجات كتير مهمة اهم كمان من الحب. ودي الرسالة اللي كانت هي حابة توصلها لينا، وان هي حابة تقول ان ابو عيون زايغة ما بيتغيرش. ابو عين زايغة عمره ما هيعرف يتغير، عمره ما هيقدر ان هو حتى يأقلم نفسه، او حتى ان هو يبطل اللي هو بيعمله، لان اللي زي دول فعلا ما بيملاش عينيهم غير التراب. وللأسف لو معاه ست ملكة جمال هيخونها، هيروح يتجوز عليها، هيروح يشوف غيرها، لان هو خلاص اتعود. انا هنا مش بيملى عيني واحدة ولا اتنين، لا، انا بيملى عيني كده بالتلاتة وبالاربعة، فان واحدة بس تكفيني ده هيبقى صعب جدا. لان للأسف النوع ده بيبقى شايف ان هو ايه، عايز دي وعايز دي وعايز دي. انا خدت البيضة اخد الشقرة، اخد بقى السمرة، اخد الخمرية، اخد المعرفش ايه، اخد ايه. هو بيبقى عايز يجرب كل الاصناف، وكأننا هدوم هو هيبدل فيهم وهيغير فيهم. فبجد الشخص اللي تحسيه ان هو شخص عينه زايغة، مش قد مسؤولية، كل همه البنات، كل همه لمة الحريم، كل همه ان هو يبقى مع دي ومع دي ومع دي، يبقى ما ينفعش. ما ينفعش لان هو مش هيعمل حاجة في حياته غير ان هو يجري ورا دي ويجري ورا دي ويجري ورا دي ويجري ورا دي. بس طبعا في ناس بتتغير، ما نقدرش ننكر ده، في ناس بتتغير بعد ما تكتشف ان هم كانوا ماشيين في طريق غلط، وفي ناس للأسف
بيفضلوا مستمرين في اللي هم فيه، فبيبقوا شايفين ان هم مش غلط، لا انا عاجبني حالي. بس الحلو اللي بيتغير، اللي بيتغير لما يشوف انا استفدت ايه. استفدت ايه لما لميت حواليك الحريم؟ واحدة بس تكفي صدقوني، واحدة بس ب100 واحدة، واحدة بس باختيارك انت مختارها، بتحبها، عجباك، مرتاح لها، شايف ان هي ست كويسة هتكفيك وهتغنيك عن كل حاجة. بس شيل فكرة من دماغك ان انا شايف عايز الاحلى. كل ما هنشوف ان احنا عايزين الاحلى هنلاقي نفسنا بندور على الشكل الاحلى، فبالتالي كل ما يظهر شكل احلى هتلاقي نفسك ان انت عايز تجربه. وطبعا احنا مش تجارب، احنا مش تجارب ان انتوا تبقوا عايزين تجربوا دي وتجربوا دي وتجربوا دي وتجربوا دي، لا، احنا بني ادمين، والبني ادمين مش للتجارب. والشكل عمره ما كان دايم، الشكل مجرد فترة مؤقتة معانا. صدقوني اللي ياخدكم علشان شكلكم يبقى عمره ما هيحافظ عليكم، لان في اول فرصة هيلاقي فيه الاحلى هيرميكي وهيروح للاحلى على طول، لان ده اتعود انه ياخد علشان الشكل، اتعود ان هو ياخد الاجمل. الشكل عمره ما كان دايما دايم معانا، الشكل بيتغير مع حمل، مع كبر، مع الوقت، مع حزن، مع كل الحاجات دي شكلنا بيتغير. ما احنا مش مطالب مننا نكون في احسن حال، ومش دايما احنا هنبقى في احسن حال، لان في حاجات بتأثر علينا زي النفسية، زي المسؤولية، زي الاولاد، زي الحمل، زي الخلفة، زي ما بعد الولادة بيحصل فينا ايه، زي تغيرات كتيرة جدا بتحصل فينا. فمش على طول هنكون في احسن حال. الاختيار اللي بجد انكم تختاروا حد نضيف من جوه، حد حلو داخلي مش خارجي. الخارجي مش دايم معانا، بالعكس ده مجرد مدة، وبعد المدة دي مش هيبقى بقيلك غير الداخلي. لو الداخلي وحش يبقى سيبك من الجمال الخارجي، مش هيفيدك بحاجة. ما تدوروش على الجمال، دوروا على ستات وأزواج وبنات صالحة يقدروا بجد يشيلوا مسؤولية. وانتم ما تدوروش برضو كبنات للراجل الحلو الوسيم، الجمال مش دايم. دوري على الزوج الصالح اللي هيشيل مسؤولية، واللي هيبقى زوج صالح ليكي وأب صالح لولاده، وده اللي تقدري تأمنيه على نفسك. ودي كانت وجهة نظري، ولو حد عنده أي وجهة نظر تانية يسيبها في الكومنتات، ولو حد عنده أي مشكلة يبعتها لي على رسائل الصفحة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.